السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف سعادة. النهاردة بقى يوم جديد وصباحكم زي العسل، صباحكم زي الأنوار، صباحكم معطر بذكر الله يا أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة قررنا صحينا من النوم ان احنا نعمل غدا حلو. هنعمل غدا حلو معاكم النهاردة، وما فكرناش ايه اللي غلي وايه اللي رخص. احنا صحينا قلنا هنعمل غدا مع بعض النهاردة حلو لأحلى متابعين في الدنيا. جبنا فراخ النهارده وقلنا بقى هنعمل ايه. هنعمل كده بقى خلطه كده جديده، خلطه حلوه للفراخ بتاعتي، وهنعمل صينيه بطاطس، وهنعمل رز بسمتي، ودلع كده، حاجات دلع في دلع لاحلى متابعين في الدنيا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. انا بشكركم كتير قوي 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 قوي، كل الشكر ليكم لان انتوا بتدوسوا وبتفعلوا زر الجرس لعائله ماما روما. ربنا يديمكم في حياتي نعمه. معايا بقى الفراخ بتاعتي نضفتها حلوه قوي قوي من العظم، يعني بيبقى فيه كده حاجات في قلب العضمية عند الفخذ كده، فأنا بشيل كل حاجة موجودة فيها، وأي حاجة موجودة في الفرخة بشيلها، وبتأكد إن هي نضيفة قشطة فلة شمعة منورة. تمام تمام. ننقع بقى الفرخة بتاعتي في المحلول بتاعي، ملح ودقيق وخل وليمون. عايزينها بقى ايه؟ تبقى ايه؟ نضيفة نظافة عشان تدينا بقى التست والطعم العالي. ما هي طول ما فراخك حلوة وفراخك نضيفة ومغسولة حلو ومنقوعة حلو، تأكدي ان مش هتلاقي فيها طعم ولا ريحة زفارة ابدا. تمام تمام. هي دي اساس الوصفة بتاعتك، انك تخدمي حاجتك حلو، تغسلي حاجتك حلو. تغسليها بقى بصوا، مش شرط انك تغسلي زي، يعني اغسلي بالمتاح عندك في البيت، خل وملح كفايه. ما يعني ما توقفيش نفسك عند حاجه. هو انا بحط كل ده لان يعني احنا عندنا عقده من الفراخ، يعني بنحب نغسلها حلو قوي. تمام تمام. معايا بقى جزر، معايا بصل، معايا ليمون، معايا بطاطس، وهقشر كل الخضار ده معاكم وهنضفه. هعمل كمية الجزر دي كلها ليه؟ لان انا هحتاجها في الرز بتاعي البسمتي النهاردة. اتفرجوا وشوفوا لاخر الفيديو بتاعي، واكلي هيروح لغاية فين. اتفرجوا بس وقولوا ايه رأيكم. وانا متشكرة ليكوا كتير قوي 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 على كومنتاتكم الحلوة وتعليقاتكم الجميلة اللي بتوصل لي. بجد 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 انتوا رزق وسند وامان. ربنا يديمكم في نعمة في حياتي. نقشر بقى الجزر حلو ونشيل منه القشرة الخارجية ديت عشان احنا هنبشره ونغسل بقى الخضار بتاعنا حلو. وتعالوا بقى ايه، بعد ما نغسل الخضار نروح على الكبة المنقذة بتاعتي. انتوا عارفين ان انا ببقى شغالة وببقى راجعة من الشغل مستعجلة وعايزة اعمل غدا لولادي. انتوا عارفين ان احنا الدراسة بدأت بقالها فترة، اهي بقالها اسبوعين، والدروس بدأت والمذاكرة بقى كبسة علينا، وربنا يقوينا، ورمضان ما شاء الله كمان داخل علينا، فربنا يقوينا. احنا النهارده تاني يوم، لا تالت يوم من شعبان. يا رب يا رب يجعلها بحق الايام المفترجه دي، يجعل ليكوا الرزق والخير الوفير ليكوا يا رب، انا وانتوا بحق جاه النبي. دعوه مني للقلب ليكوا، لانه بجد انتوا تستاهلوا ان الواحد يدعي لكم كتير قوي. دايما تفائلي بالخير. دايما ادعي كتير قوي قوي بالحاجه اللي تتمنيها، ان شاء الله ان شاء الله هتحصل لك باذن الله. وما تنسيش طول ما انت واقفه اذكري الله كتير قوي 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 في يومك. تمام تمام. خدنا بقى كمية البصل بتاعتنا اللي احنا محتاجينها، ومعايا بقى ايه؟ البصل اللي انا هتبل فيه الفرخة. حطيت عليه توم، حطيت عليه طماطم، ومعايا قرن فلفل سبايسي، قرنين، واحد هحطه على صينية البطاطس وواحد على صينية الفراخ بتاعتي. تمام. التتبيلة بتاعتي النهاردة دي بسيطة جدا قوي. توم وبصل وملح وكركم وفلفل وسبع بهارات فقط لا غير. هنجيب ليمونة هنعصرها كمان على الخلطة ديت، وندلك الفراخ بتاعتنا بقى ايه، من تحت ومن فوق كده، ونخليها تتشبع بالايه، بالصلصه بتاعت القمر الجميله دي. تمام. طبعا كالعاده محمد تحت رجلي واخواته في الدروس، ان شاء الله ربنا يجيبهم بالسلامه ويلحقوني وينقذوني منه، لان انا خلاص بصوا، يعني انا مش قادره اقول لكم هو عامل ايه ورايا. كوارث كوارث. يلا ربنا يخليهم ويحفظهم يا رب بحق جاه النبي. معايا بقى ايه؟ معايا التتبيله بتاعتي. بتبل الفراخ، يعني بدخل كده في قلب الجلد بقى ومن تحت ومن فوق، وندلكها حلوة قوي 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 بالخلطة القمر العسل الجبارة اللي حضرتكم شايفينها دي.
تمام تمام. هنحط عليها كوبايتين من، بص احنا بنتخانق، احنا بنتعارك، ملكوش دعوه، ملكوش دعوه بالحاجات دي خالص، خليكم معايا ركزوا في الفراخ بتاعتي النهارده. التتبيله بتاعتي بقى بدخلها في قلب جلد الفراخ كده، عشان ايه؟ عشان تتبل كده وتبقى طعمها حلو. تمام. ونحط كوبايتين من الميه على صينيه على صينيه الفراخ بتاعتي، وقرن كده السبايسي. الحمد لله ابني جه، الحمد لله هينقذني. ونحط بقى ايه الصينية بتاعتنا على البوتاجاز. تعالوا بقى نعمل الصينية التانية، حبة ملح، حبة كمون، وحتة توم صغنونة، وندعك بقى البصلاية الجامدة ديت وننزل بيها بالبطاطس بتاعتي. تمام تمام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا يوسف شخط فيه وعيط، ومش راضي يقعد ولا يسكت مع حد، ولوجي كمان كانت جت، وكنت قربت الحمد لله قربت اخلص اهوت الاكل. وبصوا يعني محمد عامل لي قلق، محمد ده عامل، ادعوا لي كده دعوه حلوه ليه، وادعوا لي كتير قوي قوي قوي، لان انا محتاجه دعواتكم كتير قوي 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 قوي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. نزلنا بقرن فلفل رومي، وقلبنا البطاطس في البصل والكمون والملح والفلفل، وهننزل عليهم بكوبايتين من المية. تمام. ونحط عصير الطماطم ومعلقة من السمنة البلدي، عشان تديها ايه بقى، تديها تست وطعم كده، وتوديها في حتة تانية خالص. تمام تمام. يلا بقى نوديها على البوتاجاز ونعلق عليها، ونحط لها كده مكعب ماجي عشان يبقى طعمها حلو. تمام تمام. نولع بقى على الفرن بتاعنا عشان ندخل فيه الصواني بتاعتنا، عشان يكملوا سواهم في الفرن، ويدونا بقى ايه التست كده والطعم العالي في قلب الفراخ بتاعتي والبطاطس كمان بتاعتي. تمام تمام. بصوا ما شاء الله الفراخ بدأت اهي بقت يعني انا بتأكد ان انا بديها غلوتين كده 3 من على البوتاجاز عشان تبقى استوت، ولما ادخلها الفرن تكمل سواها. تمام تمام. هنغطيها بقى بورق فويل، والبطاطس بتاعتي شغالة حلو. تمام. وهنغطي بردك البطاطس بتاعتي بورق فويل. وتعالوا بقى نبشر الجزر بتاعنا. مش عارفة لا، مش هنبشر البصل، لا انا نسيت، هنعمل الرز الاول. هنعلق على البصلة كده بمعلقة سمنة، وبعدين نبشر لها البصل عقبال ما البصلة تاخد كده تقليبتين على النار شوية. تمام تمام. هنجيب بقى المبشرة بتاعتي ونبشر الجزر الكمية بتاعتي كلها. وانا كنت حاطة البصلة على البوتاجاز بتاعتي. تمام. الليمونة دي بقى هخرمها بالستيكس كده، وهحطها في قلب الرز بتاعي عشان تديله تست حلو قوي. تمام. ما تنسوش الليمونة، الليمونة دي مهمة قوي قوي في الرز بتاعك. الفراخ بتاعتي تمام، ندخلها الفرن ونبدأ نشتغل في البصلة بتاعة الرز بتاعي. تمام. بصلة الرز دي عليها معلقة سمنة بلدي، عليها زيت زيتون، اي مادة دهنية عندك متاحة واللي بتحب تشتغلي فيها اشتغلي بيها. تمام. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا في قلب البصلة بتاعتي ومكعب ماجي، ونقلبهم كده مع بعض كده تقليبة. والبطاطس بتاعتي كانت خلصت، فاضل لها كده قلبتين بس شوية وادخلها الفرن. وننزل بقى بحبة ملح وحبة فلفل على البصلة بتاعتي ومكعب ماجي وتوابل اللي هو الرز البسمتي، معلقة كده كبيرة. ولو عندك قرفة بقى عيدان حطي، المتواجد عندك للرز البسمتي حطي. هنزل بقى بالرز واقلب تقليبة، اشوحه كده في قلب البصلة، وانزل بقى بشوية جزر وقلبه بقى مع بعضه برضو. وطبعا دولت كوبايتين
كوبايتين من الرز البسمتي. يلا بقى مين هيجاوب عليا؟ هنحط كام كوباية مية؟ كوباية الرز البسمتي بتاخد كوبايتين من المية، او كوباية مية وكوباية شوربة. دولت كوبايتين من الرز البسمتي، هحط عليهم 4 كوبايات من المية. تمام. خدنا بقى صينية البطاطس ودخلناها في البوتاجاز بتاعنا. تمام. تمام. ننزل بقى بالمية السخنة بتاعتي، ال4 كوبايات من المية. خلي بالك وانتي واقفة على البوتاجاز، ربنا الحافظ يا رب، لانه وقع مني كده حبة. ادوق الملح بتاعي. تمام. عايز ملح تاني نحطيله كده. تمام. نغطي بقى عليه ونسيبه يغلي. وما تنسوش الليمونة، انا نسيت الليمونة، هروح احطها. ونعمله بقى، نعمل مع بعض بقى ايه، نعمل حاجة كده بقى لنا كتير ما عملناهاش. بص انا خرمتها بالستيكس وحطيتها في ايه، في الرز بتاعي. نعمل سلطة الدقوس، من احلى الحاجات اللي ممكن تاكليها مع الرز البسمتي والفراخ اللي احنا عاملينها. تمام. تمام. ما زي ما قلت لحضراتكم، احنا النهاردة صحينا قلنا عايزين ناكل اكل حلو، ما فكرناش ان الحاجة غالية ولا الحاجة رخيصة. خلاص احنا صحينا قلنا هنعمل اكل، فقلنا نعمل اكل حلو معاكم. تمام. ناخد بقى سلطة الدقوس، بقدونس، طماطم، توم، ملح، خل. عايزة تحطي كمون حطي، مش عايزة حسب الرغبة. تمام. تمام. نفضي بقى ان انا نسيت قرنين الفلفل السبايسي، دولت اختياريين. عايزة تحطي فلفل سبايسي، مش عايزة براحتك. انا كده خلصت الدقوس. هعمل كمان سلطة، ما انا مش هسكت على كده، هعمل بقى سلطة ايه بقى؟ قولوا معايا، التومية. نعمل تومية كمان جنب الاكل. ناخد معلقة كده متوسطة من التوم، على علبة زبادي، على 3 مكعبات من ايه، من الايه، من الجبنة النستو. تمام. وعندنا شوية مكسرات بقى، وتعالى اوريكم هنعمل بيهم ايه مع الجزر بتاعنا. النهاردة الاكل كان عالي قوي قوي قوي. هنحطهم على النار هيسخنوا، هننزل بالجزر بتاعنا، هنقلبه تقلبتين، وننزل بالمكسرات بتاعتنا. المكسرات دي اختيارية برضك، مش عندك ما تحطيش، عندك زبيب بس ممكن تحطي. تمام. انا كان عندي شوية زبيب وشوية مكسرات، حطيتهم على الجزر بتاعي. تمام كده. تمام. نقلب بقى الجزر بتاعنا حلو، ونقوم نازلين بالزبيب والمكسرات بتوعنا. تمام. تمام. تقلبتين ونشيلهم وبس كده. الجزر بتاعنا بالمكسرات كان خلص، والرز بتاعنا شغال حلو جنبنا، ووطينا عليه شوية النار عشان يستوي براحته. تمام كده. واو، كهرمان بجد، كهرمان رز، روعة 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 روعة. تعالوا بقى نبص على الفراخ. يا سيدي يا سيدي، جامدة جامدة جامدة. يلا بقى نعمل ايه؟ نعمل سلطة التومية. هناخد 3 مكعبات من الجبنة النستو، وهنضربهم مع ايه، مع علبة الزبادي ومعلقة الثوم وذرة ملح وذرة فلفل، ونضربهم ضربا جيدا. ونقوم بقى نجيب بولات عندنا صغننة، ونفضي بقى ايه اكلنا، عشان ايه، بنحضر بقى سفرتنا. عشان انا كنت كده ايه، وصلت لنهاية الفيديو وخلصت اكلي وظبطت ايه حالي. كنت جايبة معايا فلفل وكمون، قلت افضيهم بقى بالمرة، لان انا كنت نازلة وعارفة ان الحاجات دي ناقصة عندي. فقلت بقى اجيب من عند العطار بتاعنا حبة حاجات كده. جبت كمون وفلفل وقرفة. القرفة دي مهمة جدا 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 ليكي، ممكن تصحي الصبح تشربيها مع معلقة كركم، بجد من احلى الحاجات اللي ممكن تشربيها الصبح كده اول ما تصحي. يعني لذيذة جدا ومفيدة جدا لصحتك. معايا بقى سلطة الدقوس، بنفضيها بقى في البولات الصغننة ديت، والباقي هشيله في علبة وهغطيه وهحطه في التلاجة. تمام. تمام.
خلصنا الدقوس بتاعنا، ولوجي طبعا كالعادة جاية جعانة بقى بتساعدني. ونفضي بردك الدقوس اللي فاضل ونحطه في التلاجة. تمام. نجيب بقى الجزر بتاعنا، بصوا ما شاء الله طعمه وهم، بجد طعمه وهم. حبيت بقى بقدونس كده معاه. تعالوا بقى ايه نشوف اكلنا راح لغاية فين. يلا يلا نطلع الصواني من الفرن. صينية البطاطس خلصت، وصينية الفراخ كمان كانت تمام. نغرف بقى معاكم طبقنا، وبألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم الصافية الطيبة يا أحلى متابعين. وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب جميعا، وادعوا لي كده دعوة حلوة، وتقولوا لي إيه رأيكم في بصوا ما شاء الله. واو بجد بجد واو. الرز مفلفل وتحفة، وريحته مش قادرة أقول لكم عسل عسل عسل. ناخد بقى ورك فرخة وأوريكم بقى الرز بتاعنا. تاكلي كده بقى مع الجزر، وتاخدي بقى مع الصوص الفراخ، وحاجة كده بقى قلاجة في قلاجة يا جماعة. يلا بقى أشوفكم على خير في حلقة جديدة من عائلة ماما روما، وأقول لكم بقى إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك فضلا وليس أمرا، لأحلى متابعين في الدنيا. باي باي. اللايك اوعوا تنسوا اللايك.